تخيل معايا ان فكرة في دماغك ممكن تسبب لك مرض، وبرضه تخيل معايا ان فكرة تانية ممكن تعالجك من المرض ده من غير ولا دواء ولا عملية. طبعا انت ممكن تسمع المقدمة دي وتقول ايه يا عم احمد الكلام الخيالي اللي انت بتحكي فيه ده؟ والله ده مش خيال، دي حقيقة وعلم وتجارب بيأكدها واحد من اشهر الباحثين في العالم، هو دكتور جو ديسبنزا. دكتور جو هو مش مؤلف او متحدث تحفيزي، دكتور جو هو عالم باحث في علم الاحياء العصبي، وبقاله سنين كتير بيدرس العلاقة ما بين العقل والجسم، وبيثبت بالعلم والابحاث بتاعته وبآلاف الحالات اللي اتغيرت في مؤتمراته ان الانسان عنده قدرة يقدر يعيد برمجة دماغه ويغير مصيره مهما كان ماضيه صعب او مليان بالصدمات. السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين، وفيديو جديد من الفيديوهات الجميلة اللي هتساعدنا ان شاء الله ان احنا نطور من نفسنا ونكون نسخة افضل من اللي احنا عليها دلوقتي او اللي كنا عليها امبارح. فيديو النهاردة متكون من 9 اجزاء، هنمشي فيهم جزء جزء كده في السريع، ونتكلم عن الافكار اللي ممكن تمرضنا والافكار اللي ممكن تشفينا، وازاي نعيد برمجة دماغنا عشان دايما نكون في افضل حال. خليكم معايا ويلا نبتدي على طول. الجزء الاول، افكارك ممكن تمرضك وبرضو افكارك ممكن تشفيك. خليني ابتدي معاك بالمعلومة الصادمة دي. 75% ل 90% من اللي بيروحوا عيادة أو مستشفى السبب هو مش مرض جسدي مباشر، لكن توتر نفسي أو مشاعر سلبية مزمنة. التوتر بيشغل جهاز الجسم الدفاعي اللي هو جهاز الطوارئ، والجسم في الوضع ده بيبقى مركز على النجاة دايما كأنه في خطر، والنتيجة ان الجسم بيتلخبط، الهرمونات بتتلخبط، والمناعة عندنا بتضعف، وهنا بيبان المرض. ودكتور جو قالك ان قد ما التفكير السلبي ممكن يسبب لك مرض، يبقى اذا التفكير الايجابي ممكن يعالجك من اي مرض. وفي مؤتمرات وفي ناس كتير اتعالجت من حالات سرطان، باركنسون، ناس على كراسي متحركة، وبعد ما طبقوا التمرينات والتقنيات اللي دكتور جو بيعلمها لهم حياتهم اتغيرت بشكل غير متوقع. طبعا انت اكيد دلوقتي بتفكر ان ده ممكن يكون سحر، او انا بقول كلام كده في الهجايز. لا، اتفرج على مؤتمراته واتفرج على مش دكتور جو بس، هتلاقي في ناس كتير فعلا بتقدر تساعدك ان انت تبرمج دماغك وتقدر تطلع من مشاكل وامراض كتير انت كنت متخيل انها عضوية. فده مش سحر، ده قدرة العقل البشري. الجزء الثاني، هل فعلا احنا مبرمجين لحد سن 35؟ دكتور جو بيقول ان لما بنوصل سن 35 معظم شخصيتنا بتكون مبرمجة. طبعا انت دلوقتي بتسأل وبتقول ازاي؟ هل انا متبرمج؟ انا مش حاسس ان انا متبرمج. خلينا ابسطها لك. لما بتعمل حاجة كتير متكررة بتتحول لعادة، والعادة هي مش بس فعل، لا دي عبارة عن فكر بيتكرر زائد فعل بيتكرر، ومعاه طبعا احساس بيتكرر لحد ما الجسم يتعلمه ويعمله بعد كده من غير وعي. تعال ادي لك مثال. السواقة، قيادة السيارات، او الكتابة على الكيبورد. كان زمان لما كنت بتتعلمها كانت بتتطلب منك مجهود كبير وتركيز كبير عشان تتعلمها. دلوقتي بتعملها لا إراديا، وبتسوق 100 وبتكتب على الكيبورد 100. نفس الكلام بيحصل مع عادات التفكير والمشاعر، الغضب، القلق، الصبر، كلها بتبقى برامج شغالة في الخلفية عندنا. وهنا الخطر يا بطل، لأن ساعات جسمك بيعمل العادة دي من غير ما انت تحس أحسن من لو انت بوعي، وبالتالي حياتك كلها بتتحرك تلقائي من غير ما انت تحس. الجزء الثالث، ازاي نكسر البرمجة القديمة دي ونخلق نسخة جديدة. طبعا انت دلوقتي بتسأل ازاي؟ الحل ببساطة يا بطل انك تكسر العادات القديمة دي وتعيد اختراع نفسك، وده مش هيحصل الا ب3 خطوات. لازم تغير طريقة تفكيرك، لازم تغير طريقة مشاعرك، لازم تغير أفعالك وسلوكك. لكن أهم خطوة إنك تبقى واعي، إنك تكون واعي. طبعا كلنا عارفين الفرق ما بين الوعي واللاوعي، مش موضوعنا النهاردة، ولكن الوعي هو إنك تكون مدرك بكل تفكيرك ومشاعرك وحواسك أنت بتعمل إيه دلوقتي. يعني إيه؟ يعني تبتدي تتابع وتلاحظ نفسك أنت إمتى بتخش في دايرة القلق، إمتى بدأت تكرر نفس ردة الفعل الغلط اللي أنت ما بتحبهاش، إمتى عقلك رجع يلوم نفسه بنفس الطريقة. هو ده الوعي. وأول لما توصل للحظة الوعي، في اللحظة دي أنت اللي بقيت المتحكم. دي اللحظة اللي بتكسر فيها التكرار. التغيير محتاج إنك تخرج بره منطقة الراحة، الكومفورت زون، أو بره منطقة العادات اللي أنت بتعملها من غير وعي، ومحتاج إنك تقبل الشعور بعدم الراحة. في ناس بتقول إن الديسيبلين
الالتزام هو الشعور فعلا بعدم الراحة، انك تعمل حاجة لهدف معين بغض النظر انت بتحبها او ما بتحبهاش، بس عندك هدف، فهو ده الالتزام. وكلنا عارفين ان دايما الجديد هو الغريب، لكن صدقني الغرابة دي هي بداية الحرية. الجزء الرابع والسؤال هنا بيقول: هل ممكن التغيير حتى لو في صدمات لسه مأثرة عليا من الماضي، لسه مأثرة عليا لحد دلوقتي؟ وده سؤال الدكتور جو بيقول من اكتر الاسئلة اللي بتجيله او اللي بيتسألها. الدكتور، لو الصدمة دي حصلت لي وانا صغير ولسه مأثرة عليا لحد دلوقتي، هل في امل انها تتغير؟ والاجابة اللي بيأكدها الدكتور جو ان اكيد طبعا في امل انها تتغير. دكتور جو بيقول ان هو شاف بعينيه ناس تعرضت لصدمات عنف، اعتداء، صدمات قاسية جدا، ولكن لما ابتدوا يطبقوا الطرق دي في اعادة برمجة دماغهم ونفسهم، ابتدوا فعلا ان هم يعيشوا في سلام وحب وصحة، وفعلا قدروا ان هم يتغيروا. السر هنا مش انك تركز على مرضك، السر هنا انك تركز على نفسك وتركز على تغيير نفسك، وساعتها الجسم والعقل بيبتدوا يتجاوبوا مع بعض بشكل تلقائي. وده بياخدنا للجزء الخامس، العلم وراء التغيير. الجميل ان دكتور جو مش بيتكلم كلام انشائي بس، لا ده في ابحاثه بيعمل تحاليل قبل وبعد، وابتدى فعلا هو والفريق يلاحظوا ان نشاط المخ بيتغير بشكل واضح، ضربات القلب بتبقى منتظمة ومتناسقة، تعبيرات الجينات بتتعدل، البكتيريا النافعة بتزيد في الجسم، والجسم فعلا بيتغير للأفضل. ودكتور جو بيقول إن في بعض الحالات في خلال 7 أيام ابتدى الجسم يعيش في بيئة جديدة، وابتدوا slowly يستغنوا عن الأدوية والعمليات. وده أكبر دليل على إن الجسم والعقل هم وحدة واحدة. والجزء السادس معانا في الفيديو هو إزاي نعيش المستقبل بدل الماضي. معظمنا عايش في الماضي من غير ما يحس. فكر فيها كده، على مدار اليوم التفكير اللي بيجيلك في الباك جراوند، في الخلفية بتاعة دماغك، هتلاقي معظمها إن ما كانش كلها بتفكر في حاجات مرتبطة بالماضي وانت مش واخد بالك. والغريب في الموضوع واللي هيأكد كلامنا إن احنا لما بنفتكر الماضي بنحس بنفس المشاعر كأننا لسه عايشين اللحظة. وده أكبر دليل على إن المخ ما بيقدرش يفرق ما بين حاجة حصلت في الماضي أو بتحصل دلوقتي أو هتحصل في المستقبل. ولما بنفكر في المواقف اللي حصلت لنا في الماضي، الجسم بيرجع يفرز نفس الكيمياء. يعني تخيل معايا كده، افتكر موقف حصل لك في الماضي كنت خايف فيه او كنت قلقان فيه او كنت غضبان فيه، هتلاقي فعلا الجسم بيفرز نفس الكيمياء كأنك عايش الموقف ده دلوقتي. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت تبتدي تعيش مستقبلك من دلوقتي. ازاي؟ بالتخيل. يعني تتخيل نفسك في المستقبل اللي انت عاوزه، النسخة اللي انت عاوزها، وتحاول تعيشها بنفس الحب والامتنان والمشاعر والنجاح كأنه بيحصل دلوقتي. لما تعمل ده باستمرار بتبتدي تخلق عادة جديدة، بتبتدي تبرمج مخك وجسمك على مشاعر جديدة، وده بيخلي الواقع يتغير عشان يتطابق مع التفكير الجديد والمشاعر الجديدة اللي انت عايشها. الجزء السابع، المعتقدات والعادات ليه صعب ان احنا نغيرها؟ المعتقد في الاساس هو فكرة اتكررت في دماغك كتير لحد ما صدقتها وبقت واقع في حياتك. مثال، لو اخدنا جملة سلبية زي انا مش ناجح او انا انسان مش ناجح وقعدت تكررها، هتبص هتلاقي مخك بيتأثر بيها، هتبص هتلاقي جسمك كمان بيتأثر بيها. ودي من الحاجات اللي دايما بنقولها قدام طفلك، اوعى تكلمه بسلبية، اوعى تقول له انت مش ناجح، اوعى تقول له انت مثلا فاشل، اوعى تقول له انت مش عارف تذاكر، اوعى تقول له لا، دايما قول له دلوقتي مش ممكن لكن هتقدر تعملها. عشان كده مجرد ان انت تقول لنفسك انا انسان ناجح ده مش كفاية، لازم يكون في نية واضحة ولازم يكون في احساس داخلي قوي. التغيير الحقيقي بيحصل لما قرارك يكون اقوى من ماضيك، وهي دي اللحظة اللي بتقول لنفسك خلاص انا مش هرجع للماضي ده تاني او مش هرجع للطاقة السلبية دي تاني. القرار ده لازم يكون مشحون بطاقة ايجابية كبيرة عشان تقدر تكسر العادات وتعيد برمجة نفسك. الجزء الثامن، التدريب اليومي. ازاي نطبق ده في حياتنا؟ العلماء اكتشفوا ان في وقتين ذهبيين لإعادة برمجة عقولنا، اول لما نصحى من النوم وقبل ما ننام. طيب ليه؟ لأن في الوقت ده اكتشفوا إن الموجات الدماغية بتكون أبطأ، يعني الباب لسه مفتوح للعقل الباطن. وهنا تقدر تعمل روتين يومي بسيط. رقم 1، أول لما تصحى من النوم وقبل ما تبتدي يومك، اقعد كده مع نفسك وقول أنا إيه الفكر اللي عاوزه النهاردة، أنا عاوز أعيش النهاردة إزاي.
وبالتأكيد يكون فكر إيجابي طبعا، ونرمي كل التفكير السلبي ورا ظهرنا. بس ادي لنفسك وقت فعلا تفكر في يومك انت عاوز تعيشه ازاي، الفكر الإيجابي الجديد اللي انت عاوز تعيشه بإحساس قوي وبطاقة مشحونة جواك كلها إيجابية. رقم 2، عيش المشهد كأنه حقيقي. يعني درب عقلك على الفكرة الجديدة أو الفكرة الإيجابية اللي انت اخترتها لنفسك النهاردة، عيشها حرفيا. رقم 3، حاول تستحضر المشاعر اللي انت محتاجها عشان الفكرة دي او الطاقة اللي انت عاوز تعيشها تكون فعلا حقيقية. رقم 4، كرر الموضوع ده يوميا لحد ما المشاعر الجديدة دي فعلا تطرد المشاعر او العادات القديمة. في حاجة انا كنت قريتها او ممكن معظمنا سمع عنها، عمل اختبار على رياضيين، خلوهم يفكروا ان هم بيتمرنوا في صالة الجيم او بيتمرنوا تمرين معين، لقوا ان نسبة عضلاتهم بتزيد بمجرد ان هم بيتخيلوا، قدروا ان هم يزيدوا من الكتلة العضلية. انت متخيل؟ العقل العقل العقل. الجزء التاسع والأخير معانا، التغيير الفردي والتغيير الجماعي. مش بس التغيير بيبقى متوقف على الفرد ولكن على الجماعة كمان. الجماعة ممكن تتغير بتغير الفرد. يعني لو انت في أسرة وابتديت تعيش فعلا إحساس إيجابي، هتبص هتلاقي الأفراد اللي حواليك أو الناس اللي حواليك ابتدوا يتأثروا فعلا بالتفكير الإيجابي ده، وفي ناس هتبتدي تقلدك وفي ناس هتبتدي فعلا تخش معاك في دايرة الطاقة الإيجابية الجديدة. ولما مجموعة ناس بينسجموا بمشاعر وطاقة إيجابية جديدة، بيقدروا يأثروا على المجتمع أو الأفراد أو المجموعة اللي حواليهم. كنت اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت إن الطاقة عاملة زي ما الواحد بيتاوب. كتير مننا بيبقى قاعد مع حد وبعد كده الحد ده بيتاوب وتلاقي نفسك لا إراديا بتتاوب. إيه السبب؟ احنا متصلين ببعض. لذلك الطاقة، اذا كنت انت انسان ايجابي وقاعد مع انسان سلبي، هو هيمتص الطاقة الايجابية اللي عندك دي. فبرضو خليني افكركم وافكر نفسي، حاول تبعد عن الناس السلبيين، وافتكر ان انت دايما تكون في مجتمع او تحاول فعلا تدور على الناس الايجابيين، ويكون هو ده الموجات او الشحنات اللي انت دايما موجود فيها. وبكده نكون وصلنا لاخر جزء في الفيديو وهو الخاتمة. والخلاصة ان اللي بيقدمه دكتور جو هو مش فلسفة ولا تحفيز، هو علم وتجارب حقيقية. صدقني يا بطل، انت مش مضطر ان انت تكون اسير عادات سلبية او عادات انت مش حاببها موجودة في حياتك ومتبرمج عليها. انت تقدر تعيد برمجة نفسك وتكون نسخة جديدة انت حاببها من حياتك. ويلا يا بطل، السؤال اللي لازم نسأله دلوقتي، امتى هتقدر تسيب الماضي وتبتدي تعيش المستقبل اللي انت عايزه؟ ولو الفيديو ده عجبكم لايك وشير، وما تنساش تتفاعلوا معايا في التعليقات وتكتبوا لي ايه العادات اللي انتوا فعلا حابين تتخلصوا منها وما تبقاش جزء من النسخة الجديدة بتاعتك. ويلا نكمل سوا رحلة التطور. شكرا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.